إذا تكلمنا على تطور كمي، أنا في اعتقادي على أنه موجود وواضح، لأنه لا من ناحية الهياكل التقنية، لا من ناحية العدد ديال الأفلام اللي كتنتج كل سنة، هناك تطور، هذه لا نقاش فيها. الأسئلة كتبقى مطروحة حول واحد الزوج ديال الأصعدة أخرى، على صعيد التوزيع، هل طورنا بما فيه الكفاية واحد التوزيع اللي أسميه بين قوسين توزيع ديمقراطي للأفلام المغربية كلها. أعتقد هنا باقي عندنا واحد العمل كثير اللي خصنا نقوموا به. ثم على الصعيد الآخر هو على الصعيد ديال القيمة الفنية. القيمة الفنية اللي كنشاهدوا اليوم في الساحة، وخصوصا في هذه العشر سنوات اللي مرت، كنشوفوا أن بعض الأفلام وللاسف قليله عندها واحد القيمه فنيه، واحد القيمه ديال التعبير وديال العمق في الافكار، ولكن كنشاهدوا امامها واحد المجموعه كبيره ديال الافلام، ما يسمى بافلام الفكاهه، اللي يعني ما كتخليش المتفرج يكون عنده واحد الوعي ويحث على التفكير، بل كيحثوه على الاستهلاك فقط بدون ما يفكر في المنتوج اللي كيشوفه. مزيان، معقول ان يكونوا افلام اللي كيجيو لها بزاف ديال المتفرجين وكيشوفوها، هذا ما يمكن يكون الا ايجابي، ولكن الا خدناه كنموذج تما غادي نطيحوا في النمطيه. هذا المهرجان اول مره كيعرضوا علينا باش نهضروا على خدمتنا وشنو هو الخدمه ديال المخرج، ويكونوا لي جون في لاصال ممكن يهضروا معنا وان ايشونج بيناتنا. وهذه اولا هذه مهمه. شنو تبدل؟ يمكن ضروري لي جون رياليزاتور كيتانسبيراو من المخرجين ديال الاولين مغاربه، ولكن مازال ما كيعرفوا كيديروا هذه الخدمه في راسهم، كتجيهم لانسبيراسيون، ولكن مازالين ما عارفينش لا ريشيس ديال هاد الافلام اللي داروا قبل، الافلام ديال التازي ديال تاع شخايبي ديال المعنوني ديال المخرجين مغاربه مهمين في هاد لا جون جينيراسيون. جو بونس كاينه واحد لينيرجي عظيمه. هذا المجال يعني تتكون فيه واحد ديمارش شويه بيرسونيل، يعني يكون واحد المسار شخصي ديال كل مخرج بحال اي ميدان فني، ولكن ولا بد شويه ديال يعني تشارك تجارب مع زملاء واحد اخرين اللي سابقيننا بتاتخ في هذا الميدان هذا، ولا حتى دوك اللي باقيين جايين بعد منا اللي صغار منا، تيكون يعني واحد لي بريزم اللي كيشوفوا فيه الامور مختلف. لو ريغار اللي عندهم على لو موند ولا على لا سوسيتي ماشي هو لو ميم اللي عندنا حنايا، والمشاكل اللي بتاتخ هذوك اللي سبقونا دازوا منها بعض المرات هي نيت اللي كنعاودوا ندوزوا منها حنايا في واحد الصيغه اللي مختلفه، فكتقدر تستافد من التجربه ديالهم بحال اي مجال واحد اخر. المخرج كيف ما كان نوعه واخا كيخدم في واحد السوق دولي، يعني كيكون واحد الانتاج دولي ولا انتاج مشترك دولي كو برودكسيون انترناسيونال، راه ديما كيبقى هذاك الفيلم نورمالمون كيبقى واحد الفيلم مغربي، لانه كتكون دي انيسياتيف ماروكان. يعني الفيلم كيكون بدا في المغرب، الشخص اللي طور ذاك الفيلم تيكون غالبا مخرج مغربي مع منتج مغربي، ومن بعد عاد كنفتحوا على واحد المنتجين الاجنبيين اللي كيدخلوا في الفيلم وكيساهموا في الفيلم.